النهارده بقى أكلة جديدة جميلة وسهلة وبسيطة، كباب الحلة. طبعا كلنا عارفين كباب الحلة، بس المرة دي مختلف، عاملينه بصدور الفراخ، مش باللحمة، فأخف من اللحمة وجميل جدا ويفتح النفس وطعمه وريحته ولا أروع من كده. وشوفي الفيديو من أوله لآخره عشان فيه تريكات مودية كباب الحلة بتاع الفراخ ده في حتة تانية خالص، طعمه ولا أروع من كده، جميل جدا واكله سهله وبسيطه ومش هتاخد معاكي وقت ومنجزه وتنفع غدا وتنفع عشاء. جميله مش هتندمي لو عملتيها. بتاكليها ممكن مع رز ابيض، او ممكن بتعمليها مع مكرونه، او ممكن بتاكليها مع ممكن الفراخ تاكليها مع على العيش. حسب رغبتك. فيا ريت تشوفوا الفيديو من اوله لاخره عشان تشوفوا الطريقه والحاجات اللي انتم ممكن تحطوها وممكن تستغنوا عنها. ويلا بينا على الفيديو عشان نشوف الطريقة والكمية اللي احنا عملناها دي، والجمال ده طلع ازاي بالمنظر ده وبالطعم ده. ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. عندنا حبايبي للكباب الحله بالفراخ، عندي صدور فراخ متقطعه مكعبات، بس عايزين المكعبات تكون محمله كده سميكه شويه علشان خاطر تبقى جوسي ما تنشفش في الاكل. تمام. وعندي بهارات بقى، البهارات اللي انت عايزه تحطيها حطيها. عندي ملح فلفل بهارات فراخ، لو عايزه مرق الدجاج كمان بابريكا، جنزبيل، ملح، اي بهارات انت عايزه تحطيها حسب ما بتحبي البهارات حطيها عليه. فاحنا هنحط البهارات كلها عليها ونقلبها ونخليها شويه. انا مقطعه كمان البصل، هي ممكن ان انت تبقى احسن طبعا لو اتبلت في الفراخ في البهارات ديت، تقعد في التلاجة شويه نص ساعه ساعه، بس انا هتبلها واشتغل بيها على طول. فعادي مفيش اي مشكله. وعندي بصل مقطعاه جوانح او جوليان زي ما احنا شايفين كده. برضو عايزه تحطي بصلتين تمام، 3 تمام، على حسب كميه الفراخ وعلى حسب حبك للبصل. فطبعا هو هيتكرمل وهيدينا الصوص اللي احنا هنحطه على الرز او هنغمسه. تمام. وكميه الفراخ برضو دي راجعه لي، كان عندي دول صدرين 2 مقطعهم. تمام. انا هحط عليهم بقى البهارات واقلبهم ونبدا نشتغل فيهم. كده خلاص خلصت، حطيت كل بهاراتي على الفراخ بس كده في التتبيله لغايه ما اجهز الطاسه او الوok او الحله اللي انا هعملها فيها. وانا كمان هنا مقطعه فلفل سبايسي على عادي يتحط معاها برضه. على فكره احنا ممكن كمان نحط عليها رشه جوز الطيب برضه. والكميه التوابل اللي احنا بنحطها حوالي يعني ربع معلقه صغيره من كل حاجه، او على حسب، في ناس بتحب التوابل تقيله شويه في الاكل فعادي. فالمعقوله يعني ان انت تحطي ربع معلقه او اقل من ربع معلقه من كل حاجه. تمام. حطيت طاسه او تحطي حله على النار على حسب ما تحطي هتسويها في ايه. انا حطيت حوالي 3 معالق زيت كبار، وحطيت حوالي معلقه كبيره او معلقه ونص كبيره من الزبده، او لو عايزه تحطي سمنه. تمام. هستنى بس لغايه ما الزبده تسيح مع الزيت، وبعد كده هبدا احط الفراخ. خلاص كده الزبده ساحت وسخنت هي والزيت. هبدا احط بقى الفراخ بتاعتي، قطع الفراخ بتاعتي، واحاول على قد ما اقدر اخليها كده مفروده، مش فوق بعض، علشان كلها تدي نفس اللون لغايه ما نوصل للون الذهبي. ما نحاولش نقلبها بقى الا لما لونها يتغير من تحت. احنا سخنا الطاسه والزيت والزبده قوي، والزيت او الزيت والسمنه قوي عشان تاخد صدمه وتحتفظ بالعصاره بتاعتها. تمام. يعتبر الفراخ خلاص خدت عندي لون ذهبي زي ما احنا شايفين كده. هبدا ان انا انزل بكميه البصل اللي انا اللي انا مقطعاها. انا عامله كميه بصل كبيره، انا عامله حوالي 4 بصلات متوسطين، لان البصل ده كل ما بتزودي الصوص بتاع الاكله بيزيد. فاحنا بنحب الصوص كتير في الحاجات اللي زي دي، الكباب الحله باللحمه او بالفراخ. تمام. فانت عايزه تحطي بصلايه 2 3 على حسب ما انت عاوزه. انا حطيت كده البصل بتاعي وهقلبه كمان نص معلقه كبيره ثوم مفروم، او 4 5 فصوص كبار بتطحنيهم وبتحطيهم. تمام. هقلبهم كده على بعض.
طبعا الفلفل اللي انا مقطعاه ده سبايسي على بارد، ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه خلاص مش هتنقص من الاكله حاجه ولا من طعمها، بس بيديله نكهه، واحنا بنحب الفلفل السبايسي في معظم الاكلات. فانا هقلب بقى كل الكميه دي على بعض واغطيها واخليها على النار متوسطه لغايه ما يبدا البصل يتكرمل. فكل شويه هبص عليه برده واخده تقليبه، عشان انا مش عايزه البصل يتحرق، انا عايزاه البصل يتكرمل عشان يعمل لي الصوص اللي احنا هناكله بالعيش او هنحطه مع المكرونه او ناكله مع رز ابيض. تمام. فانا كده خدتها تقليبه، هي خلاص كل المكونات بتاعتنا على بعض، وهبدا ان انا اغطيها وهدي شويه النار عليها اخليها متوسطه، وبعد كده اتابعها. كده خلاص انا غطيتها ووطيت النار خليتها متوسطه، وبعد كده هتابعها لغايه ما البصل يتكرمل معايا. كده انا عندي اهوت البصل خلاص اتكرمل. انا في الاثناء دي سخنت كوبايه ميه، وهبدا ان انا احط عليها كوبايه الميه، ولازم ميه تكون سخنه هحطها عليها، وهبدا ان انا اخدها تقليبه واغطيها لغايه ما تشرب كوبايه الميه ديت، وبعد كده هبدا احط عليها مكونين تاني قبل ما اطفي عليها على طول. كده انا يعتبر وصلت اللون الكرمله اللي انا عايزاه، وكده الميه بدات تنشف فيها كوبايه الميه السخنه اللي انا حطيتها. هبدا اعصر نص ليمونه كبيره عليها، وهحط كمان حوالي معلقه دبس رمان، معلقه كبيره كده، ودي حاجه اختياري، اللي عايز يحطها بيحطها، اللي مش عايز ما يحطهاش. تمام. انا هقلبها بس تقلبتين كده، وابدا بقى ان انا اطفي عليها، يا دوبك تاخد يعني 3-4 دقايق كده واطفي عليها، وكده تبقى كباب الحله بتاعنا بتاع الفراخ جاهز. كده يعتبر احنا خلصنا خلاص كباب الحله، وانا عملت جنبه رز عشان في اللي هياكله مع رز ابيض، او ممكن تعملي مكرونه، وفي اللي هياكله مع عيش، وبنحط جنبه اي مخلل عندنا. وزي ما احنا شايفين كده المنظر جميل ازاي، والريحه ما اقولكوش عليها، اكيد لو جربتوها هتشموا ريحتها وهتعرفوا ان طعمها ولا اروع من كده. والصوص بتاعها زي ما احنا شايفينه كده، كل ما بتكتري طبعا البصل بيتكرمل وبيديكي صوص اكتر، بحيث ان انت لو عايزه تغمسي بيه او عايزه تحطيه على الرز او على المكرونه، فطعمها وريحتها بجد ولا اروع من كده. جميله وخفيفه عن اللحمه، وحاجه جديده، بس جميله جدا، لو جربتوها هتعجبكم. فبتاخدوا منها من الفراخ نفسها ومن الصوص بتاعها، عايزين تحطوه على الرز بتحطوا، عايزين تاكلوا بيه العيش. زي ما احنا شايفين كده الفراخ جميله جدا ودايبه، وطعمها في منتهى الجمال ولذيذه. وكمان التركايه اللي احنا عملناها بالليمون ودبس الرمان دي مخلياها المزازه بتاعتها مودياها في حته تانية خالص. فبجد لو عملتوها وعجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ودعوه حلوه من قلوبكم الجميله، واشوفكم على خير في فيديو جديد مع مسكو وعنبر. مع السلامه.